أنا زرت لبنان يمكن 16-17 مرة. في كل مرة بروح أخد بركة التمثال بتاع العذراء اللي في حريصة في لبنان، وأتأثر جدا جدا. وفاكر مرة من ال16 مرة دول كان في مرتين مع سيدنا البابا شنودة الله يناحره، فطبعا ما كنتش قادر أتحرك. جيت بالليل الساعة 12 قلت له يا سيدنا أنا عايز أروح حريصة. قال لي في حد يوديك؟ قلت له آه. قال لي اتفضل. ورحت بالليل، مجرد بس رحت هناك وخدت بركة شديدة. ومن ساعة ما جيت ونفسي في هذا الأمر، إلى أن ربنا وقعدت أسأل الحريصة ده اتعمل فين؟ اتعمل في فرنسا سنة 1910، يعني ليه 120 سنة دلوقتي أو 115 سنة، وزي ما هو ما غيرش. قعدت أسأل من إنهي مادة؟ قالوا من مية البرونز. طبعا انتوا عارفين إن الذهب نمرة 1، ثم الفضة، ثم البرونز. حتى في المسابقات الرياضية يقول لك دي ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية. فاتكلمت بقى مع المهندس محسن كتير، وقعدنا نفكر في هذا المبنى شهورا طويلة. مش كده يا باشمهندس؟ ويرسم رسم ونغيره ويرسم رسم ونغيره. هو طبعا له الفضل في هذا المبنى المتميز جدا، الدورانات اللي فيه المهم يعني. فربنا وفقنا في هذا المبنى. وبعدين ربنا بعت لنا الدكتور جرجس الجولي اللي عمل لنا، فهو برضو اللي نحت التمثال من الفوم، وقعد ينحت فيه 5 أشهر، يمكن 5 أشهر. وانا فاكر رحت له في المنيا الجديدة عشان نبص كده في التمثال، وقلت له نغير الوش. العذراء دي العذراء، مفيش اجمل منها. وبرضو غيرنا يعني. وبعدين رحنا للمسبك اللي بيعمل اللي هو البرونز ده، الاخ انس الالوسي، وهم اساسا من العراق، من اخواتنا المسلمين. وزي ما انتم شايفين كده تم سبك هذا التمثال. وانا دايما بقول التمثال ده يبقى بركة لكثيرين، أولهم أنا. يبقى بركة لكثيرين جدا، أولهم أنا.